السلام عليكم. النهاردة هنعمل المكشكشة بطريقة سهلة جدا وبسيطة. طعمها تحفة جدا، طالعة ترند السنة دي في رمضان. طبعا بأسعار بره غالية جدا، احنا هنعملها في البيت بأسعار بسيطة، مش هتكلفنا أي حاجة. احنا هنجيب جلاش، لفة جلاش بس كده. هنحط إضافة بسيطة كده هتخلي طعمها حلو قوي، وهتخليها طرية زي ما انتوا شايفين كده. الطعم رهيب. طبعا هي اسمها مكشكشة لان احنا يعني زي ما احنا كده مكشكشين الجلاش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا طرية ازاي، تحفة جدا. ان شاء الله الوصفة تعجبكم وتجربوها. بس قبل ما ابدأ ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا كده نبدأ ونشوف هنعمل ايه. عندي هنا لفة جلاش، وعندي طبعا سمنة مسيحاها. ممكن تحطي سمنة على زبدة، بس ما نحطش زيت خالص، احنا هنستخدم سمنة بس او زبدة، او نحط الاتنين مع بعض. دلوقتي همسك بقى الجلاش، هاخد ورقتين مع بعض زي ما انتوا شايفين كده، وهحط السمنة عليها من فوق. بصوا ورقتين زي ما انتوا شايفين كده هحطهم على بعض، علشان برضو ما تبقاش دسمة معايا قوي. فعشان كده حطيت ورقتين فوق بعض، وهدهنها كده بالسمنة. هدهنها كده دهنة كويسة، ونخلي بالنا بقى من التطبيقة اللي احنا هنطبقها للجلاش. بعد ما دهنتها كده كويس، هبتدي بقى اطبقها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. مفيش اسهل من كده. التطبيقة بتاعتها سريعة جدا، مش هتاخد معانا وقت خالص زي ما انت شايفة كده. كشكشناها كده بالمنظر ده. بعد كده هبتدي احطها في الصينية. هجيب صينية كده زي دي وادهنها دهنة كده كويسة من السمنة، وابتدي احط جواها الجلاش. هاخدها بقى احطها في الصينية بالمنظر ده كده. طبعا انا الصينية بتاعتي كبيرة، فهستخدم لفتين من الجلاش. انت لو هتعملي صينية صغيرة هتستخدمي لفة جلاش واحدة بس. نعمل كده واحدة كمان. هحط طبقتين كده من الجلاش، وغطيه كويس جدا علشان ما ينشفش معاكي. علشان لو نشف طبعا وانتي بتطبقيه مش هيبقى حلو خالص، وهتلاقيه بيتكسر منك ومش هيبقى حلو. هعمل كده السمنة هدهنها كده بيها، ندهنها دهنة كويسة. بعد ما دهنتها كويس كده هبتدي بقى اطبقها. بكشكشها كده بالمنظر ده زي ما انتوا شايفين. سهلة جدا وبسيطة. كمان هتعملي لو معاكي كمية يعني هتعمليها على طول، لان الطريقة سريعة جدا. طريقة التطبيق بتاعة الجلاش سريعة جدا، فجربيها كده وهتلاقيها سهلة جدا. انا كده خلصتها، هحطها في الصينية بالمنظر ده جنب اللي انا عملتها. هخلص بقى بقية الكمية كلها وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. بعد ما خلصتها بالمنظر ده كده، عندي بقى حبة السمنة اللي فضلوا معايا، هدهن بيها الوش بالمنظر ده كده. طبعا احنا السمنة اللي احنا حطيناها مش كتير خالص. انا حاطة سمنة حوالي معلقتين كبار، ادهن بيها الوش علشان لما نحطها في الفرن تدينا اللون الاحمر الحلو. عايزة اقولك ان هنحط لها دلوقتي حاجة هتخلي طعمها حلو جدا، وهتخليها طرية جدا من جوه. يعني ما نكترش من السمنة، السمنة هتنشفها اكتر، فنخلي بالنا من الحتة دي.
عندي هنا كوباية ونص من الحليب البارد، وعندي ظرف من الكريم كراميل اللي هو البودر. هحط الكيس كله على كوباية ونص من الحليب من غير ما احط سكر ولا اي حاجة. هدوبها في الحليب كويس جدا لحد ما احس ان هي دابت. طبعا مش هحط سكر خالص لان احنا هنحط بعد ما تستوي عسل، فعلشان ما يبقاش مسكر معايا قوي فمش هحط سكر خالص. بعد ما قلبتها بالمنظر ده كده، هي دي اللي هتدي طعم للجلاش حلو جدا. جربوها وهتلاقوا طعمها حلو قوي. بعد كده هدلق الحليب ده على الجلاش. طبعا لو عايزه تقطعي الجلاش من دلوقتي مفيش اي مشكله. لو عايزه تسيبيه وبعد كده تقطعيه بعد ما يستوي ما تقلقيش خالص، مش زي ما احنا بنعمل الجلاش اللي هو العادي بتاعنا. بنقطعه طبعا قبل ما بندخله الفرن، لكن دي مفيش اي مشكله، ممكن نقطعها عادي بعد ما تستوي. بوزع كده الحليب بالمنظر ده زي ما انتوا شايفين. طبعا الفرن عندي بيبقى سخن من قبليها على درجة حرارة 180. هفضل سايباها في الفرن لحد ما تحمر من تحت، وبعد كده افتح عليها الشواية. اول ما تاخد اللون الذهبي اطلعها على طول. زي ما انتوا شايفين كده خدت معايا اللون الذهبي بالمنظر ده، وهي طبعا سخنة. بديها شربات بارد، ما يبقاش تقيل ولا خفيف، بيبقى وسط. المقادير بتاعة الشربات، طبعا الشربات بيبقى بارد. المقادير بتاعته عبارة عن كوباية ونص من السكر على كوباية ونص من المية. طبعا ما بقلبش خالص السكر، بفضل سايباه على النار واحط له عصرة نص ليمونة. واول ما يغلي معايا اعد على الساعة 8 دقايق واقفل عليه على طول. هيبقى مظبوط جدا ومش هيبقى تقيل. انا قطعتها زي ما انتوا شايفين كده، والكيس ده كيس الكراميل اللي بيجي مع الباكت بتاع الكريم كراميل. فتحت فيه فتحة صغيرة كده وهبتدي اوزعه واعمل خطوط رفيعة. لو حابة تحطيه مفيش مشكلة، لو مش حابة مش هيأثر في حاجة، بس هو بيدي طعم حلو قوي. هوزعه كده على الصينية كلها. لو انتي مش حابة تحطي الكراميل مفيش اي مشكلة، بس هو هيديله طعم حلو قوي. كمان مش هيخليه مسكر. هو اصلا الكيس صغير جدا مش كبير، واحنا كده كده حاطين عسل. اهم حاجة الشربات اللي تحطيه ما يبقاش كتير قوي، يعني نحط شربات بالمعقول، يعني حوالي كوباية. والشربات ما يبقاش تقيل، احنا عايزينه وسط، ولا خفيف ولا تقيل. زي ما انا قلتلك ان احنا نحط كوباية ونص من السكر على كوباية ونص من المية، يعني مقدار المية هو نفس مقدار السكر. اهم حاجة ما نقلبش السكر خالص ولا الشربات علشان ما يسكرش معايا. بعد كده هحط على الوش زي ما انتوا شايفين كده اي نوع مكسرات عندك. انا حطيت فستق، ممكن تحطي سوداني، ممكن تحطي رشة جوز هند، ممكن تخليه سادة خالص من غير اي حاجة. كمان عايزة اقولك حاجة، ان هي ما بتاخدش وقت خالص في الفرن. اول ما بتاخد لون من الجوانب بقفل على طول وافتح الشواية. آه واول ما تاخد اللون الذهبي زي ما انتوا شايفين كده بقفل عليها على طول، ولازم لما تطلع اغطيها عشان تفضل طرية. عايزه اقولك ان طعمها حلو جدا، وهوريها لكم من جوه طريه ازاي. الكريم كراميل اللي احنا حطيناه مديها طعم حلو قوي. كمان مديها طراوه جدا من جوه، يعني لو جربتيها ان شاء الله هتعجبك. بصوا من جوه هتبقى عامله ازاي، وبتقطيعها سهل جدا. زي ما انتوا شايفين كده بتتقطع بكل سهوله. بصوا تحفه جدا، بصوا عامله من جوه ازاي، طريه جدا من جوه. غير كمان طعمها حلو قوي، وسكرها مظبوط جدا، مش مسكرة خالص. لو مشيتي بنفس الخطوات اللي قلتلك عليها هتطلع مظبوطة جدا. كده الوصفة خلصت معايا، ان شاء الله تجربوها هتعجبكم جدا. الكريم كراميل اللي احنا حطيناه في الجلاش بيديله طعم حلو جدا، جربيه وهيعجبك قوي، وبيخلي الجلاش طري جدا من جوه.
نخلي بالنا جدا من الشربات لما نيجي نعمله زي ما قلت لكم، علشان ما يسكرش معايا، ونخلي بالنا انه ما يبقاش تقيل، انا ولا عايزاه خفيف ولا تقيل، عايزاه وسط. وبرده لما نيجي نسقي الجلاش ما يبقاش كتير قوي. اول ما تحس ان الجلاش اتسقى كويس جدا خلاص ما نحطش تاني. يعني انا حطيت بالظبط كوبايه من الشربات. انا كده خلصت الوصفه معاكم. اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.